لو معاك 8000 جنيه او 150 دولار تجيب ايفون مستعمل نازل بقاله 5 او 6 سنين، ولا تجيب اندرويد فئة متوسطة جديد انت اللي تفتح علبته؟ وما تستغربش ال 8000 جنيه دول بداية الفئة المتوسطة حاليا، بس ده مش موضوعنا دلوقتي. خلينا في الفيديو. انهي افضل، ايفون مستعمل زي الايفون اكس نازل بقاله 8 سنين، ولا اندرويد فئة متوسطة جديد بعلبته زي السامسونج اي 16؟ بصوا، هنقسم المقارنة ل7 نقط. اول حاجة هي التصميم، والتاني حاجة هي الشاشة، والتالت حاجة هو الصوت وعوامل الامان، رابع حاجة الأداء، خامس حاجة الشبكات، وسادس حاجة الكاميرا، وسابع حاجة هي البطارية. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا صدقني، وهتطلع منه مستفاد. كمان في آخر الفيديو هقولك على رأيي. للعلم التليفون الشخصي اللي معايا واللي بمنتج وبسجل بيه الفيديوهات دي هو ايفون اكس، بس ما تقلقش هقولك رأيي بكل صراحة وبدون تحيز. بس في الأول أتمنى منك إنك أنت تدعم المحتوى بلايك وتشترك في القناة لو مش مشترك عشان يوصلك كل جديد. مش هطول عليك أكتر من كده، قول طول ويلا بينا نبدأ. هنحط العداد ده هنا فوق على الشمال، واللي هيكسب في حاجة هنديله نقطة. قبل أي حاجة كده هنحط نقطة للسامسونج اي 16 عشان البطارية، لأنه مكتسح الأيفون بصراحة. الاي 16 بطاريته 5000 ملي أمبير وبتدعم شحن سريع بقوة 25 واط، والأيفون إكس بطاريته 2716 ملي أمبير وبتدعم شحن سريع بقوة 18 واط. فبصراحة السامسونج يكتسح في النقطة دي. تاني حاجة التصميم. بالنسبة للتصميم هنقسمه لحاجتين، الشكل والخامات. الشكل ده أذواق، على حسب انت بترتاح لأنهي تصميم فيهم، لكن الخامات ما فيهاش أذواق. الايفون اكس بيجي بخامات من الازاز وفريم من الالومنيوم، اما الاي 16 بيجي بخامات بالكامل من البلاستيك. كمان ايفون اكس جاي بشهادة اي بي 67 لمقاومة الماء والغبار، يعني مقاوم للماء لحد عمق متر ولمدة 30 دقيقة. السامسونج بقى جاي بشهادة اي بي 54، يعني اخرك شوية طرطشة. فلو الخامات والحماية بتفرق معاك يبقى الايفون هو الانسب ليك، فالنقطة دي هتروح للايفون عشان الخامات الاحسن والشكل الاحسن برضه من وجهة نظري. تالت حاجة هي الشاشة، وفي النقطة دي مفيهاش اذواق. السامسونج جايب شاشة سوبر أموليد بحجم 6.7 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز وسطوع 800 شمعة. الآيفون بقى جايب شاشة سوبر أموليد برضه بس بحجم 5.8 بوصة ومعدل تحديث أقل وهو 60 هرتز وسطوع أقل برضه 625 شمعة. طبعا مش محتاج أقول لكم أنهي شاشة أحلى، كل حاجة في شاشة السامسونج أحسن من الآيفون. الحجم بتاع الشاشة والحواف ومعدل التحديث والسطوع، فالنقطة دي هتروح للآيفون 16. رابع حاجة الصوت وعوامل الأمان. عوامل الأمان في الآيفون دي طبعا كلنا عارفينها، واللي هو أمن جدا، ولكن في بعض الظروف مش مناسب. طبعا الموبايل مش هيقدر يتعرف عليك وانت لسه صاحي من النوم، او مثلا لو انت في الشتاء بتحب تقعد تحت البطانية فلسه يعني هتطلع راسك ودانك تبرد وبتاع، على عكس سامسونج اللي فيه قارئ بصمة، يعني كده كده صباعك مهما كنت لسه صاحي مهما كنت لسه نايم هو صباعك. وفي برضه خاصية فيس انلوك، حاجة مشابهة للفيس اي دي، هي مش امان زي الفيس اي دي ولكن مشابهة ليها. نيجي للصوت، واللي هو أحسن بمراحل في الآيفون، مش بس عشان هو ستيريو، عشان جودة الصوت أحسن بكتير من السامسونج اللي بيجي بسماعات مونو. بص، هو أنت بتواجه صعوبة مع الفيس أي دي، ولكن بصراحة كعوامل أمان ككل الآيفون يتفوق. والصوت برضه مش محتاجة كلام، يعني في النقطة دي هتروح للآيفون. نخش على النقطة اللي بعديها واللي هي أهم حاجة في فيديو النهاردة، وهي الأداء. ركز معايا عشان في أرقام كتير هتتقال دلوقتي. الآيفون بيجي بمعالج اي 11 بايونيك اللي هو سداسي النواة بمعمارية 10 نانومتر، معالج قوي جدا وأحسن بكتير من معالج سامسونج. طب إيه هو معالج سامسونج اي 16؟ معالج السامسونج اي 16 هو الهيليو جي 99 ثماني النواة وبمعمارية 6 نانومتر، واللي هو أضعف بكتير من معالج أبل الاي 11 بايونيك، لأنه معالج فلاج شيب، فاحنا بنقارنه بمعالج فئة متوسطة أو فئة شبه متوسطة دلوقتي. يعني هتلاقي بقى أداء الآيفون أحسن في الجيمنج وفي الاستخدام العادي، مع إن الآيفون إكس نازل من 7 سنين، بس في الأداء والسلاسة هتلاقيه أفضل، لأن ببساطة أبل بطريقة ما التليفون بتاعها بيعيش معاك فترة أطول بنفس الأداء. يعني تليفون زي ده نازل من 2017 ولسه الأداء بنفس القوة. في المقابل تليفونات سامسونج أو كل التليفونات الأندرويد في العموم بتشتغل معاك أول سنة تمام، تاني سنة يبتدي يهنج، تالت سنة بقى بيتحول لسلحفة. فالنقطة دي هتروح للايفون اكس. نيجي للنقطة اللي بعديها وهي الشبكات. بصوا، كل الناس بتشتكي من شبكات الاي 16 ودي مشكلة موجودة حتى في الاصدار اللي قبله هو الاي 15، والايفون برضه عنده مشكلة في شبكات الواي فاي، ولكن في تفصيلة بسيطة كده وهي بتفرق مع ناس كتير، وهي التقاط شبكات الواي فاي. هتلاقي ان الايفون من الخوارزميات بتاعته ان هو بيفلتر الشبكات الضعيفة. الكلام ده طبعا ما بيحصلش في السامسونج اي 16، هو لا بيفلتر ولا بيلقطها اصلا. بص، بما ان العيب ده مش في كل تليفونات الاندرويد هو بس في السامسونج اي 16، فالنقطة دي هتروح لفكرة انك تشتري موبايل اندرويد فئة متوسطة، لان عندك ريلمي او موتوريلا مثلا متميزين في الشبكات. نروح بقى لاهم تاني حاجة في المقارنة بعد الاداء، وهي الكاميرات. ومن غير ما نخش في التفاصيل زي الكاميرات كام ميجا بكسل وفتحة العدسة كام ميجا والجو ده، باختصار الايفون معالجته للصور احسن بكتير من السامسونج.
الاي 16 ساعات بيعاني مع مشاكل في الدايناميك رينج وما شابه. اما بقى النقطه اللي بيكتسح فيها الايفون هي تصوير الفيديو، مش بس عشان السامسونج اي 16 اخره في تصوير الفيديو 1080 والايفون بيصور بدقه 4K مع 60 اطار في الثانيه، لا في معالجه الفيديو كمان احسن. طبعا كلنا عارفين ان الايفون او ابل بشكل عام محترفه جدا او احسن حاجه في تصوير الفيديوهات، فالنقطه دي الايفون هياخدها. في حاجه كده عايز اقولها ليكم بتفرق مع ناس كتير، وهي حته ان انت تشتري ايفون من 2017. اكيد يعني مهما انت كنت شاري حالته كويسه، في الاول وفي الاخر ممكن يكون مفتوح ومغير اي حاجه من جوه، لان مستحيل بطاريه الايفون اكس تكون ما اتغيرتش من ساعه ما نزل. على عكس السامسونج اي 16، ان انت تاخد موبايل لسه ما اتفتحش لسه متبرشم بعلبته، دي ممكن ترجح اكتر انك تجيب تليفون جديد احسن لك. رايي انا الشخصي، انا تجربتي مع الايفون اكس انا جبته من بره مصر بكرتونته، بس كان نسخه اف يعني ايفون مستبدل. لو حبيتوا ممكن ابقى اعمل لكم فيديو عن الفرق بين اصدارات الايفون. المهم هو معايا بقاله 3 سنين شغال بدون اي مشاكل، لا تهنيج ولا لاج، وما اثرش معايا غير في البطاريه، بقت زي الزفت لما النسبه بتاعتها وصلت تحت 50%، خلتني كرهت اليوم اللي اشتريته فيه بصراحه. بس بعد ما غيرتها رجع معايا زي الاول تمام، يعني لو الاستخدام عادي بتقعد يوم كامل من غير شحن، لكن لو استخدامي تقيل بحتاج اشحنها في نص اليوم. برضه في مشكله كانت بتواجهنا وهي البرامج المدفوعه. طبعا لو انت بتحب الواتس الذهبي او البرامج المهكره دي وقررت تشتري ايفون، فانسى النقطة دي خالص. الخلاصة القرار بيرجع لك في الأول وفي الآخر. أنا قلت لك نقاط المقارنة ورأيي وتجربتي الشخصية، كمان أنت ممكن تقول لي رأيك في الكومنتات ونتناقش لو أنت شايف نقطة معينة أنا ما ذكرتهاش. وبس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وطبعا ما تنساش تدعم المحتوى بلايك وتشترك في القناة عشان ما تفوتش أي جديد. وآسف على الإطالة، وسلام يا إخواتي.